الحقيقة ان اترددت كتير قبل ما اعمل الفيديو ده، ولكن لقيت انه مفيش مفر غير ان الفيديو ده يتعمل. على مدار اكتر من سنة وشوية واحنا بنتعرض لضغوط في حملة خليها تنضف، سواء على المستوى التقني اللي هو في الصفحة او على المستوى القانوني او في الواقع حتى. من بداية الحملة ساعدنا كتير قوي في القبض على ناس، وان الناس تتوب، وان الناس تغير محتواها، وان الناس تلتزم وتمشي مظبوط. وفي وسط ما انا كنت بثبت في كل فيديو ان الشخصية دي مشهورة قبل ما احنا نتكلم عنها ومعروفة لناس كتيرة سواء بعدد متابعينها او بمشاهدينها، كان يطلع ناس في الكومنتات ويقول لك احنا ما عرفناهمش غير عنك وانت كده بتشهره. كنت ببلع الكلام ده وبقول عند ربنا مش مشكلة، المهم النجاحات اللي بتتحقق على ارض الواقع. مريت بفترات صعبة كتيرة جدا سواء على صفحتي او سواء على المستوى القانوني او سواء في الواقع، ولكن الحمد لله كنت طول الوقت بكسب وبعرف اخد حقي كويس. كنت طول الوقت بتكلم بلسانك وصوتك اللي انت مش عارف توصله. كنت الاول بعرض الفيديوهات زي ما باخدها بالظبط واقول ايه المشكلة يعني، ما الفيديوهات دي موجودة وهم عاملينها بالشكل ده. الى اني مع الوقت ابتديت اظلل في الفيديوهات دي لحد ما وصلت لرضا تام داخليا ان انا خلاص هظلل كل حاجة موجودة بتتعرض في فيديوهات، وده مرضاة لله ثم علشان ما اذيش اي حد من اللي بيحبني وبيتابعني وبيدعمني. كل المراحل دي لحد ما وصلت لمرحلة خلافي مع عمرو بيلا. من ناس كانت تعرف بعض ومصاحبين وكويسين مع بعض، لناس اختلفت اختلاف شديد وصلت للي انتوا شفتوه على السوشيال ميديا. وانا مش مستغرب لان دي طبيعة البشر، على طول يا في وفاء يا في خلاف طول الوقت. لحد ما بالتدريج لقيت نفسي بروح بدعم اكتر من مطعم واكتر من مكان لوجه الله تعالى، وربنا شاهد، واصحاب المطاعم اللي رحت لهم يكتبوا في الكومنتات لو انا كذاب او خدت منهم جنيه، على الرغم ان انا لو كنت خدت كان هيبقى وقتها حقي لان انا بعمل لهم دعايه. الا اني برضو كنت بقول عند ربنا. مع الوقت تدرج الموضوع وقلت ليه لا ما ادخلش الجزئيه دي في قلب محتواي، طالما لا هغضب ربنا ولا هسيء لحد ولا هضر حد، بل بالعكس هساعد البيوت المفتوحه دي انها تستمر. واذا طلع لي مصدر دخل من ورا الموضوع ده فرزقي ورزق الناس اللي شغاله معايا سواء في اداره السوشيال ميديا او مونتير او ما شابه ذلك، علشان يطلع نفس الناس اللي كانت بتنتقد ان انا بشر الناس دي وانه ما شافهمش غير عندي يطلعوا ويقولوا لك ايه يا عم ما تخليك في خلاها تنضف. ايه اللي خلاك تسيب خلاها تنضف؟ انت خلاص بقيت فود بلوجر. وكاني مثلا لما رحت مطعم او عملت دعايه لمطعم اجرمت، عملت حاجه حرام، عملت حاجه عيب، عملت حاجه ما تصحش ما ترضيش ربنا. ما هو اللي كتب كومنت زي ده لو سال نفسه سؤال، هو محمود بيعمل حاجه عيب، طب بيعمل حاجه حرام يا راجل، ده حتى الشبهه في الحرمانيه تنطبق على خليها تنضف اكتر ما تنطبق على موضوع المطاعم. يمكن ما فيش حرمانيه ولا شبهه في موضوع المطاعم اصلا. فقررت فجاه ان انا اهدي اللعب في خليها تنضف ما وقفش، وخصوصا علشان الايام المفترجه اللي احنا فيها. على الرغم ان احنا بننتقي وبنبعد عن الشبهات ان احنا بنظلل او ما بنبينش المشاهد اللي كانت بتبان زمان، الى اني قلت خلاص احنا في ايام مفترجه وقلل خليها تنضف، واللي هتعرف تعرضه من خليها تنضف قبل رمضان اعرضه. لكن لا انا سبت خليها تنضف ولا دخلت في مجال المطاعم عنوة علشان خاطر انا جعان ولا محتاج فلوس. بمناسبة الفلوس، عايز اقول لكم ان محتوانا اقل محتوى بيربح فلوس على السوشيال ميديا، لان محتوانا بكل بساطة مش حصري. يعني مش زي الفيديو اللي بكلمك فيه مش جايب مشاهد ولا جايب حاجة من بره، محتوى خليها تنضف كله مشاهد من بره، فده بيسمى عند الفيسبوك انه محتوى مش حصري، فاقل ربح ممكن تاخده من المحتوى ده. الا اني كنت مثابر جدا ومستمر على الرغم من الربح القليل اللي كنت باخده، ولا زلت. انا لا بطلت خليها تنضف ولا وقفت خليها تنضف، كل الحكاية ان انا هديت علشان الايام المفترجه اللي احنا فيها. وكون ان انا دخلت في مجال المطاعم او مجال الدعايه للاماكن والمحلات والجزئيه دي، ما اعتقدش على الاطلاق ان ممكن يأذي حضرتك في حاجه او ان مصدر دخل ليا يكون مصدر ضرر لحضرتك. انا محمود الجمال اللي انت وثقت فيه وتابعته وكان صوتك طول الوقت، وهستمر في ده باذن الله. وموضوع المطاعم وموضوع الدعايات والكلام ده كله جزء جنب خليها تنضف حتى علشان نقدر نكمل خليها تنضف. وبعيدها مره تانية، حاول تسال نفسك هل انا اذيتك؟ ضريتك؟ عملت حاجة عيب؟ عملت حاجة حرام لما دخلت في مجال المطاعم أو مجال التسويق ده؟ في النهاية مكملين خليها تنضف فيكم بإذن الله. واختم كلامي قائلا خليها تنضف، بس كده.